واحدة بتقول: وصل بيا أنا وجوزي الطلاق، وعندي طفل عنده 4 سنين. فبتقول: الأفضل يتربى مع الأب ولا مع الأم؟ وأهلي عاوزيني أسيب ابني لأبوه علشان يتحمل مسؤوليته وأنا أشوف حياتي، بس أنا مش مقتنعة بده. وأصلا سبب الطلاق إن جوزي غير مسؤول ومش عاوز يتحمل مصاريف زي الناس وصفات تانية كتير. وبقول ابني ملهوش ذنب أسيبه يتبهدل مع أبوه وأب زي ده، بس هما لهم وجهة نظر إن ابني لو فضل معايا يبقى الطلاق ملهوش لازمة، لأن حياته هتقف وابن بكرة يكبر ويتجوز ومش هيحتاج. ومفيش واحدة أو واحد هيتجوز واحدة معاها عيل، بس أنا مش فارق معايا الموضوع ده، وابن أهم لأني من غير هيتبهدل. فأنا محتارة، مش عارفة أسمع الكلام اللي أنا مقتنعة بيه ولا كلام أهلي. بصي، هما كلام أهلك صح، مش هنقول اللي هما كلامهم غلط، لا هما كلامهم صح وانت كلامك صح. بس فكري في ابنك دون عنده 4 سنين، يعني حتى لسه ما دخلش حضانة، يعني هو متعلق بيكي جدا. وابوه انت لو وديتهوله هيبهدله، يعني هيبهدله بكل الطرق، نفسيا وجسديا وكل حاجة، وممكن كمان ما ياكلوش. وغير كده هو ربنا لو كاتبلك اللي انت تتجوزي هتتجوزي، بس انت ما فكرتيش كده انت لما تكبري، وحتى لو اتجوزتي ورميتي ابنك لابوه، ابنك مش هيفتكر لك الموضوع ده؟ مش هيفتكر اللي انت رميتيه ورحتي اتجوزتي؟ وانت ضامنه جوزك اللي هتتجوزي دون هيراعيكي، هيشيلك لما تكبري مثلا، او هتكملوا معاه؟ بس انت لما ابنك حته منك اللي انت تراعيه وتصونيه وتحافظي عليه وتربيه احسن تربيه، ما هو ممكن في الوقت اللي انت بتربيه ده ربنا يرزقك بواحد يرضى بابنك ويعيش معاكي، وكمان يراعي ربنا فيه ويعوض الأب الفاشل اللي انت اتجوزتيه. اوعي تسيب ابنك، لان ابنك هيفضل فاكرلك ده طول حياته، هيفتكر اللي انت شلتيه وكبرتيه وتربيتيه تربية صالحة وفضلت معاه، هو الوحيد اللي في حياتك اللي هيشترك، هيبر بيك، هيبقى عارف انت عملت قد ايه علشان. فاوعي تسيبي ابنك، لابن ابنك هيكرهك بعد كده، وابوه هيبهدله ويمرمطه. فحرام اللي انت تجيبي الطفل دون 4 سنين وتسيبيه وترميه. توكل على الله وسيبي كل حاجة بأمر ربنا، اللي ربنا كاتبهولك هو دون الصح، وهو ده اللي هيحصل. وحتى انت لو سألت اهلك وقلت لهم انتوا ترضوا ترموني، عمرهم ما هيرضوا يرموكي. فانت فكري انت ليه ترمي ابنك وتسيبيه يتبهدل علشان جواز او اي كان؟ حرام عليكي، راعي ربنا في ابنك علشان ابنك لما يكبر يراعي ربنا فيكي.